طبعا احنا كل ما باجوا النادي هنا بنحب ناكل الكشري، يعني بصراحه هو ايه سهل وسريع كده والحاجات دي كلها. بما ان الولاد بقى خلصوا امتحانات فقلنا نجيبه ونيجي نقعد في النادي. بس مين اللي كل مره بتعمله؟ مروه. اتصلت بيها وقلت لها تعالي اعملي كشري، اتنكت عليا وعملت بقى نفسها شيف وقالت لي انا مش فاضيه انا بغسل المواعين. اسكت يعني وما اعملش كشري؟ اسكت، عملت الكشري بتاعها. عملت تندوه وقولوا لي مين اللي هيقول؟ انا اللي هقول لكم. انا انتوا طبعا بتثقوا فيا، مش انا صاحبه السبخه لازم تثقوا فيا. لا بس والله انا حتى لو كلامي مش صح لازم تثقوا فيا، صح؟ وندوق الكشري ونشوف كشريها ولا كشريه. لا كشري. زي ما انتوا شايفين بقى كده يا جماعه، هنعمل مع بعض الكشري بتاع الحله الواحده في 10 دقايق كده هتعمليه وتفرحي ولادك بيه. لما اختي اللي تكون بتعمله كل مره وتيجي المره دي وتقولي لا انا مش هعمله، اسكت يعني كده؟ لا طبعا ما اسكتش، لازم اطلع الشيف اللي جوايا وافاجئهم كده وابهرهم باحلى شويه كشري بجد يا جماعه في منتهى الجمال والروعه. لو بتشوفيني لاول مره حطي لي لايك للفيديو واعملوا متابعه لصفحتي، ويلا نسمي بالله ونصلي على الرسول. مبدئيا كده انا جبت الطماطم بتاعتي غسلتها كويس جدا وضربتها في الخلاط، ومعاها بقى كده قرن فلفل احمر بيعلي التيست كده وبيخلي معانا الصلصه لونها حلو جدا. وجبت بقى كده حوالي 5 فصوص توم فرمتهم كده زي ما احنا شايفين، بحطهم في الحله وبدقهم وهم في الحله يا جماعه مع شويه زيت كده، ورحت محمراهم ونزلت بشويه خل، ورحت حاطه الطماطم بتاعتي وملح وفلفل وكمون ومكعب مرق الدجاج. عملنا كده صلصه الكشري الجباره. طبعا اول لما تبدا تتسبك هضيف عليها معلقتين 2 من الصلصه واركنها بقى كده على جنب. تعالوا بقى كده نبدا نعمل الكشري. حله كبيره كده وحطيت فيها شويه زيت محترمين وحمرت فيها كيس شعريه. انا هعمل في حله كبيره عشان هعمل كميه كبيره، وكمان عشان الحاجه تغلي كده وتاخد وتدي بشكل ودي وتطلع مظبوطه معانا. ادي اللون اللي انا عايزاه للشعريه، اللون ده كده حلو جدا. نزلت بنص كيلو من الرز غسلاه ومصفياه كويس جدا، وهشوحهم كده مع بعض لحد ما يبقاش ولا في نقطه ميه في الكشري بتاعنا. ولو وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي في كومنت حلو منكم كده ولايك للفيديو. وبعدين بقى كده ايه جبت كيس مكرونه من اللي هي الصغيره المرمريه دي او الخواتم اللي متوفر عندك مفيش اي مشكله، وضفت كمان عليهم نص كيلو من المكرونه الاسباجيتي. وطبعا اي مكرونه بتفضليها تقدري تحطيها مش هتقولك لا. خلاص بقى كده زودت ميه مغليه، هتغطي بس كده الرز زي تزويد الرز العادي جدا، وهضيف عليها بقى كده مكعبين من مرق الدجاج عشان الكميه ما شاء الله، وشويه معلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من الفلفل، ودي كمان بقى كده ايه معلقه صغيره من احنا بنقول عليها دقه. شوفي انتي بتقولي عليها ايه بقى. وقلبتهم كده وسبتهم لحد ما يغلوا، ولما يشربوا رحت ضايفه عليهم العدس، لان العدس هنا انا مسوياه 3/4 تسويه تمام. وهغطي عليهم بقى واسيبهم كده يستووا على البخار، يعني ايه يتشربوا ويستووا خالص. فاضل معانا ايه؟ فاضل معانا التقليه بتاعه الكشري. طبعا انا جبت بقى بصلتين كبار وقطعتهم كده رفيع زي ما احنا شايفين كده، ولو عندك بقى القطاعه اللي هي المبشره بتاعه البطاطس تبقى تحفه كده بتقطعهم معاكي رفيع قوي عن كده. وحطيت شويه زيت على النار وسخنتهم كويس جدا، وبدات احمر الكشري بتاعي البصل بتاعي معلش، وفضلت بقى كده احمر فيه يعني اقلب فيه علشان كله ياخد لون واحد ويطلع معانا مقرمش. على فكره مش لازم الزيت يكون كتير جدا عشان يتحمر معاكي، لا والله عاملاه في شويه زيت صغيرين وكان تحفه. بعد ما خلاص بقى كده الكشري اتشرب معانا واستوى بقى زي القمر كده، رحت واخده شويه الزيت اللي انا كنت محمره فيهم البصل وحطيتهم على الكشري. مش قادره اقول لكم بقى دول بيودوا الكشري في حته تانية خالص. سبته بقى كده ويعني شلت الغطا بتاع الحله وسبته لحد ما يبرد كده، ورحت لبست الولاد وجيت بقى ايه هعمله اكياس كده. انا قلت اعمل اكياس، انا بصراحه كل مره باخد معايا الحله كده او بحط في علب بلاستيك واخدها معايا واعمل معالق بقى واطباق، بس المره دي قلت ايه نخليها كده في اكياس علشان خاطر الدنيا تبقى سهله علينا وما نشيلش حاجه واحنا رايحين ولا واحنا جايين. عايزه اقول لكم ان بنتي خلصت الامتحانات النهارده الحمد لله، وكانت خارجه مع اصحابها وعايزه بقى تجيب كشري والكلام ده. قلت لها بصي انا هعمل لكم الكشري ده بتمن اصلا كيسين بس كده، عملت الوليمه اللي انتوا شايفينها دي ونروح نقضي اليوم في النادي ويرجعوا مبسوطين والحمد لله. اي حاجه اعمليها في البيت هتطلع معاكي زي الفل وتسلم ايديكم. طبعا لو الفيديو عجبك وحسيت ان هو ظريف كده ما تبخليش عليا باللايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. يا فروحه تحفة بجد يعني بتاعي ولا بتاع امك؟ بتاعك طبعا. يا لهوي بتاع ماما ليه؟ يا لهوي. ياسو ايه رايك؟ بصراحة شكله أصلا بيتكلم عن نفسه طعمه جامد. وربنا انت يا ياسين انت واد ذوق زي امك. ايه رايك يا رتوشه؟ قلبه يا ناس هنونه قلبه يا ناس رحوم. يعني بتاع احسن بتاع ماما يا رحمه؟ لا الاثنين زي بعض. قلبي يا رحمه. مروه احسن من بتاعي. لا مش عارف الفيديو لما تقول احسن من بتاعي. طبعا قلبي يا ناس. خلاص يا جماعه كده انا هديت.